السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي. قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وإذا أعجبكم الفيديو، اضغطوا على زر الإعجاب وشاركوا رأيكم في التعليقات. تقترب أشغال تأهيل المركب الرياضي محمد الخامس تنور بالدار البيضاء من مراحلها النهائية استعداداً لإعادة افتتاحه قريباً. تحسينات شاملة داخل الملعب وخارجه شهدت عمليات التجديد تحسينات واسعة شملت تجهيز مرافق جديدة مثل الحلبة المطاطية لألعاب القوة ومطعم ومقهى حديثين، بالإضافة إلى اللمسات الأخيرة على المنصة والمدرجات. كما تم إنشاء قاعة جديدة للندوات الصحفية بالقرب من المدخل الرئيسي للمنصة الشرفية ومنطقة الصحافة بتصميم دائري أنيق مغطى بالألومنيوم. وفي إطار التحديثات تم اعتماد لون أزرق جديد للحلبة المطاطية إلى جانب تركيب شاشات إلكترونية متطورة. تعزيز جاهزية الملعب لاستضافة الفرق الرياضية خضعت مستودعات الملابس لعملية تطوير شاملة، حيث ارتفع عددها من قاعتين إلى 4، ما يعزز جاهزية الملعب لاستقبال مختلف الفرق الرياضية. كما تم تجهيز المدرجات بكراس جديدة بألوان زرقاء ورمادية وبيضاء مع الحفاظ على سعتها الاستيعابية. أما البناية الشهيرة وسط المدرجات الشرقية المعروفة بالدار فقد تحولت إلى مطعم ومقهى، في حين تم تأهيل المسبح الموجود أسفل الملعب الرئيسي. تعديلات جديدة لتعزيز البنية التحتية شملت التعديلات المهمة إنشاء نفق جديد يؤدي مباشرة إلى مستودعات الملابس تحت المنصة الشرفية، مع إزالة المداخل القديمة خلف المرميين. كما تم إعادة تصميم منصة الصحافة لتكون موحدة بدلاً من تقسيمها إلى شمالية وجنوبية، بالإضافة إلى تحسين منصة كبار الشخصيات. في الختام أصدقائي، إذا أعجبكم المحتوى، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ولا تبخلوا علينا بإعجاب جميل وتعليق يعبر عن رأيكم في الموضوع. نراكم في الفيديو القادم.